عارف الإحساس لما تحس إن الدنيا كلها ضدك، كأنك ماشي في طريق وكل حاجة حواليك بتضغط عليك ومهما تحاول مش شايف نتيجة. كتير مننا مر باللحظة دي وللأسف ساعات بنحس إننا لوحدنا فيها. أحب أقولك إن الفيديو ده معمول عشان أقولك إنك مش لوحدك، وإن في خطوات بسيطة جدا ممكن تبدأ بيها تغير بيها نظرتك وتعدي من أي أزمة حتى لو كانت الدنيا كلها ضدك. كل نقطة هنشرحها هتساعدك تطلع من الحالة دي وتبني ثقة جديدة في نفسك. تابع معايا لحد آخر الفيديو وهتشوف إنك مش محتاج أكتر من شوية صبر وخطوات صغيرة عشان الدنيا تفرق. يلا بينا ندخل في موضوعنا النهاردة. رقم واحد، خد وقت تهدى وتفهم. أول حاجة تعملها لما تحس إن كل حاجة ضدك هي إنك تاخد نفس عميق وتهدى شوية. دايما في وسط الضغط بيبقى صعب تفكر صح، ففكرة إنك تدي لنفسك وقت تهدى فيه هتساعدك. فجرب تخرج لوحدك شوية، أو اسمع موسيقى هادية، أو حتى اقفل موبايلك خالص وخد وقت لنفسك. الهدف هنا إنك تخرج من الزحمة وتسمح لعقلك ياخد استراحة، لأن التفكير تحت ضغط بيخلينا نشوف كل حاجة سودة. بعد ما تهدى هتحس ان الامور اوضح وانك قادر تشوف الحلول اللي ممكن تكون مش شايفها من كتر الضغط. تاني حاجة، حدد المشكلة الحقيقية. ساعات كتير بنحس ان الدنيا كلها ماشية غلط، بس الحقيقة ان في مشكلة واحدة هي اللي محسسة الواحد بكده. فحاول تمسك ورقة وقلم واكتب اللي مضايقك بالتفصيل. هل المشكلة مثلا في شغل، علاقة، ظروف مالية؟ لما تبدأ تحدد المشكلة الحقيقية هتلاقي نفسك قادر تركز عليها وتدور على حل مناسب بدل ما تشتت نفسك بين كل حاجة. فبكده ده هيريحك نفسيا لأنك هتحس إنك عارف اتجاهك. تالت حاجة، ارسم خطة صغيرة. ما تحاولش تغير كل حاجة مرة واحدة عشان ده غالبا هيخليك تحس انك overwhelmed. ابدأ بخطوات بسيطة وواقعية. يعني لو عندك مشاكل في الشغل حدد حاجة واحدة بس تحسنها، زي مثلا انك تحسن مهارة معينة او تنظم وقتك. الخطة الصغيرة دي هتديك احساس انك بتنجز وده هيحفزك تكمل. فالتغيير بياخد وقت، بس لما تقسمه لحاجات صغيرة بتحس انك قادر تسيطر اكتر. أربعة، اقبل إن الحاجات مش دايما هتكون سهلة. الطبيعي في الحياة إن في أيام كويسة وأيام صعبة. طبعا مفيش حد حياته ماشية زي الكتاب بالظبط. ففكرة إنك تتقبل إن في صعوبات هتساعدك تتعامل معاها بشكل إيجابي بدل ما تحس إنك بقى مظلوم أو ضعيف. كل تحدي بتمر بيه هو فرصة انك تتعلم حاجة جديدة وتخرج اقوى. فبص عليها كأنها جزء من تطويرك الشخصي، وده هيديك قوة انك تعدي منها وانت عارف انها مجرد مرحلة مش هتفضل للأبد. خامس حاجة، شوف تجارب غيرك. ساعات كتير بتلاقي نفسك حاسس انك لوحدك، بس الحقيقة ان في ناس كتير عدت بنفس اللي بتمر بيه. فحاول تشوف قصص ناس واجهوا صعوبات وقدروا يتخطوها. فممكن تلاقي فيديوهات او مقالات او حتى تتكلم مع حد مر بتجربة مشابهة. فلما تسمع ان غيرك قدر يتخطى الظروف دي هتاخد او هيبقى عندك امل وثقة في نفسك، وده هيحفزك انك تكمل وتعرف انك مش لوحدك. ستة، اطلب المساعدة لو محتاج. مفيش اي حاجة فيها عيب انك تطلب مساعدة، بل بالعكس ده دليل انك بتسعى لحل وبتبني دعم حواليك. فاتكلم مع حد قريب ليك، ممكن يكون صاحب او حد من العيلة او حتى اخصائي نفسي. لو حاسس انك محتاج توجيه، الحوار البسيط ده ممكن يغير وجهة نظرك ويريحك نفسيا. واوقات كتير لما تسمع نصيحة من حد تاني بتكتشف جوانب جديدة ما كنتش واخد بالك منها. سبعة واخر حاجة، استمر حتى لو مش حاسس بتقدم. طبيعي انك تحس انك مش بتتحرك، لكن السر في النجاح هو الاستمرارية. مش شرط كل يوم تشوف تقدم ضخم، فالتغيير دايما بيكون تدريجي. فاستمر وخليك صبور حتى لو التغيير بسيط، لانه في النهاية الخطوات الصغيرة دي هي اللي بتعمل فرق كبير على المدى الطويل. واهم حاجة ما تيأسش وتفضل مكمل حتى لو الامور مشت بطيئة، لانك في النهاية هتوصل وهتحس بفرق. وفي النهاية عايز أقولك إن مهما حسيت إن الدنيا مقفلة حواليك دايما في طريق للخروج. التحديات دي
جزء من الحياة، وكل تجربة صعبة بتمر بيها بتقويك وبتعلمك حاجة جديدة. فافتكر انك مش محتاج تعمل تغيرات ضخمة في يوم وليلة، التغيير بيجي خطوة خطوة. فخد وقتك تهدى، حدد مشكلتك، اشتغل عليها بالراحة وخليك صبور. لو كل حاجة ضدك دلوقتي، بكرة ممكن تبقى في صفك. فلو فضلت مكمل وما استسلمتش، اتمنى تكون الخطوات اللي شاركتها معاك خليتك تشوف الامور من زاوية تانية. ولو حسيت ان الفيديو ممكن يفيد حد، ما تنساش تشاركه معاه، لان كلنا ممكن نكون محتاجين الدفعة دي في وقت معين. فخليك دايما فاكر ان دي مرحلة وهتعدي، والايام الحلوة جاية. وما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشاركنا برأيك تحت في الكومنتس، واشترك في القناة. انزل اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل. وكل دعم منك بيفرق وبيخليني اكمل واعمل محتوى اكتر. شكرا ليكم، واستنوني في الفيديوهات الجاية. وزي ما بنقول كل مرة، انت الاساس، انت الاول. وفي نهاية الفيديو حابب اقولك خليك مسيطر. اشوفكم الحلقة الجاية.